أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. مصر، الاسم اللي هز العالم آلاف السنين، أرض الحضارة وأرض الأنبياء وأرض التاريخ اللي كل الأمم وقفت قدامه مبهورة. لكن السؤال اللي لحد النهاردة بيقسم ناس كتير، مين هي مصر؟ فعلا، هل مصر عربية بسبب اللغة والدين والثقافة، ولا مصر أفريقية بجذورها وأصل حضارتها وموقعها وتاريخها، ولا الحقيقة أعظم وأكبر من أي تصنيف بسيط؟ الحضارة المصرية ما كانتش مجرد معابد وأهرامات وتماثيل ضخمة، دي كانت أمة صنعت العلم والسياسة والهندسة والفنون قبل ما العالم يعرف يعني إيه حضارة أصلا. وفي نفس الوقت الإسلام واللغة العربية دخلوا مصر، أضافوا كتير لمصر والمصريين. في الحلقة دي هنرجع آلاف السنين لورا، وهنغوص في أصل المصريين وتأثير إفريقيا ودخول العرب وصراع الهوية، وليه مصر فضلت مختلفة عن أي دولة تانية مهما الزمن اتغير. استعد لرحلة تاريخية ضخمة، رحلة هتفهم بعدها ليه مصر كانت دايما قلب العالم. بالنسبة للبداية، بداية الاحتلال، قبل العرب وقبل اليونان وقبل الرومان وقبل حتى أغلب الحضارات المعروفة، كانت مصر موجودة على ضفاف النيل. بدأت واحدة من أقدم الحضارات في تاريخ البشرية. النيل ما كانش مجرد نهر، ده كان شريان الحياة الحقيقي. المصري القديم فهم الزراعة والفلك والطب والهندسة بشكل مذهل بالنسبة لعصره. المصريين القدماء قسموا السنة وبنوا نظام إداري معقد، واخترعوا الكتابة الهيروغليفية، وبنوا المعابد والأهرامات اللي لحد النهاردة العلماء مش قادرين يفسروا كل أسرارها بالكامل. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: مين كانوا المصريين القدماء أصلا؟ هل المصريين القدماء كانوا أفارقة؟ جغرافيا مصر موجودة في قارة أفريقيا، في الركن الشمالي الشرقي من القارة، وده شيء مفيهوش نقاش. لكن الموضوع أعمق من الجغرافيا. مصر القديمة كان ليها تواصل ضخم مع شعوب إفريقيا جنوبا، كان في تجارة وتحالفات وحروب وتبادل ثقافي كبير. في فترات مصر حكمت النوبة وكوش والسودان القديم، وفي فترات كان في حكام من أصول نوبية حكموا مصر كمحتلين زي الأسرة ال25. وفي نفس الوقت مصر كانت متصلة بآسيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، كان فيه تجارة وتحالفات وحروب وتبادل ثقافي. وده سر عبقرية مصر، إنها عمرها ما كانت منغلقة على نفسها. بالنسبة لشكل المصريين القدماء الحقيقي، شكل المصريين الحقيقي هو ما اتغيرش. نفس شكل المصري القديم الموجود على جدران المعابد وفي التماثيل. الملامح المصرية الأصيلة اللي لحد دلوقتي احنا محتفظين بيها، مش زي ما بيروج الأفروسنتريك إن الحضارة المصرية كانت حضارة زنجية سوداء. الفراعنة، القوة اللي أبهرت العالم. تخيل إنك عايش من أكتر من 7000 سنة وتشوف دولة عندها جيش منظم، قوانين وعلوم وهندسة متطورة ومعابد عملاقة ومقابر ملكية وأسطول وتجارات دولية. ده كان شيء مرعب ومبهر للعالم القديم. الفراعنة ما كانوش مجرد ملوك، دول كانوا رمز للسلطة المطلقة والقوة الإلهية في نظر شعبهم. ومن أشهر الفراعنة تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وخوفو وتوت عنخ آمون وأخناتون، كل واحد فيهم ساب أثر ضخم في التاريخ. بالنسبة للأهرامات، لغز البشرية الأكبر، الأهرامات لحد النهاردة واحدة من أعظم ألغاز التاريخ. إزاي حضارة قديمة قدرت تنقل أحجار وزنها أطنان وتبني صروح عملاقة بالدقة دي؟ إزاي اتوجهت فلكيا بالشكل المذهل ده؟ وإزاي فضل البناء صامد من آلاف السنين؟ في نظريات كتير جدا، لكن الحقيقة المؤكدة إن المصري القديم كان عبقري بشكل مذهل. وده اللي خلى العالم كله يجي مصر ويعجب بيها ويحترمها ويحبها. بالنسبة لدخول الإغريق والرومان، مع الوقت قوة مصر بدأت تضعف بسبب الصراعات الداخلية والاحتلالات والخارجية. طبعا الإسكندر الأكبر دخل مصر وبعده قامت الدولة البطلمية، وده أدى لتأثر الإغريق بالحضارة المصرية. وبعدين الرومان سيطروا على مصر وتحولت لواحدة من أهم ولايات الإمبراطورية الرومانية. لكن رغم كل ده المصريين فضلوا محتفظين بهويتهم وثقافتهم. بالنسبة لدخول المسيحية مصر، في القرن الأول الميلادي المسيحية دخلت مصر وانتشرت بسرعة كبيرة، ومصر بقت واحدة من أهم مراكز المسيحية في العالم.
الكنيسة القبطية ظهرت، والرهبنة المسيحية انطلقت من الصحاري المصرية للعالم كله. بالنسبة للفتح الإسلامي لمصر، في القرن السابع الميلادي دخل العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص، ودي كانت لحظة مهمة. اللغة العربية بدأت تنتشر والإسلام بقى الدين الأساسي مع الوقت، لكن المصريين ما اختفوش. حصل تأثير وتأثر بين الهوية المصرية القديمة والهوية العربية والإسلامية. السؤال المهم، هل مصر عربية؟ الإجابة إن مصر لغتها العربية فقط، لكن مصر في نفس الوقت إفريقية جغرافيا، فرعونية حضاريا، إسلامية ومسيحية دينيا. سر الشخصية المصرية، المصري معروف إنه صبور وساخر، وطبعا ذكي اجتماعيا، متعلق بأرضه، عنده قدرة رهيبة على التكيف مع الظروف الصعبة، والصفات دي اتكونت عبر آلاف السنين من الحروب والانتصارات والانكسارات والاحتلالات. المصري شاف الرومان والعرب والمماليك والعثمانيين والإنجليز كلهم رحلوا، وفضلت مصر موجودة، وفضل المصري محتفظ بصفاته وبهويته المصرية. بالنسبة لمصر وإفريقيا، مصر علاقتها بإفريقيا عميقة جدا. النيل بيربط مصر بإفريقيا. مصر لعبت دور ضخم في دعم حركات التحرر الإفريقية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بالنسبة لمصر والعالم العربي، وفي نفس الوقت مصر بقت السند الحقيقي للدول العربية، واللهجة المصرية انتشرت في كل الدول العربية. القوى الناعمة المصرية أثرت على ملايين البشر من خلال الأفلام والمسلسلات المصرية والموسيقى المصرية. طب ليه موضوع الهوية بيعمل جدل؟ لأن كل طرف بيحاول إنه يشوف مصر من زاوية واحدة فقط، وكل طرف عاوز ينسب حضارة مصر وإنجازاتها لنفسه. لكن الحقيقة إن الهوية المصرية هوية مستقلة بذاتها، هوية تنسب للمصريين فقط، أصحابها، المصريين اللي عاشوا على أرض مصر من آلاف السنين، أصحاب الإنجازات الضخمة في كل العلوم والفنون والآداب والعمارة. أعظم ما يميز مصر إنها قدرت تحتفظ بروحها رغم كل التغييرات. تغيرت اللغة لكن الشعب فضل موجود، تغيرت الديانات لكن الأرض فضلت حية، تغير الحكام لكن مصر نفسها عمرها ما اختفت، وده سر خلودها الحقيقي. في النهاية مصر مش مجرد دولة على الخريطة، مصر قصة عمرها آلاف السنين، حضارة بدأت قبل العالم كله وفضلت واقفة رغم كل الحروب والغزوات والاحتلالات والانهيارات. مصر عربية اللغة، إفريقية الموقع الجغرافي، فرعونية الحضارة، لكن قبل أي شيء مصر حضارة وهوية مستقلة بذاتها، وده اللي ناس كتير مش قادرة تفهمه. وعلشان كده كل ما الدنيا تتغير وكل ما الإمبراطوريات تقع، يفضل اسم واحد ثابت عبر الزمن، هو مصر. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معاكم محمد سالم. ياريت لو الحلقة عجبتكم تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.